دي حاجة بسيطة عشان جمهور الزمالك يمكن يفهم ايه الفرق بين نجاح إدارة الأهلي وفشل إدارة الزمالك بما فيها من كل شيء. الأهلي لما اتعمل قانون الرياضة الجديد ادعى انه يعمل جمعية عمومية عشان الناس تيجي تصوت على اللائحة الجديدة، وعمل كل شيء عشان الناس تيجي. في عز ما الأهلي كان عايز 5000 جاله 10000. نجحت الجمعية العمومية، تواجد محمود الخطيب في الجمعية في عز مرضه، فنجحت الجمعية العمومية. فالأهلي أعلن الميزانية وتوافق عليها بما يعادل 8.5 مليار جنيه. تعال نادي الزمالك عشان عارف إنه فاشل وعارف إنه ضايع وعارف إنه محدش مش هيكسب في الانتخابات الجاية لو دخل فيها، عمل جمعية عمومية يوم التلات محدش هيجي. تخيل الزمالك كان عايز 4000 واحد يحضروا الجمعية العمومية، حضر 900 فرد. خد الفضايح اللي جوه، لم يكتمل النصاب وحضر 900 فرد زي ما انا قلت. لا والاكتر، منع الاعلام والصحفيين والفضائيات وقناه الزمالك نفسها حضور الجمعيه العموميه اللي اتعملت، فلم يكتمل النصاب فباظت الجمعيه العموميه. فالمجلس وافق على الميزانيه اللي فيها بلاوي تودي في 60 سلامه، ورغم كده عشان يمددوا سنة لتصحيح الأوضاع، يعني يمدوا في عمرهم سنة في مجلس إدارة عشان ما فيش حد ياخد مكانهم. هناك في الأهلي لما كان الخطيب تعبان قال هحضر على رأس القائمة، ومجلس الإدارة كله تواجد بما فيهم رئيس مجلس الإدارة الخطيب. العجيب بقى إن في نادي الزمالك أحمد سليمان ساب الزمالك والنادي وراح MBC بحلقة مدفوعة الأجر. شفت الفرق بقى بسيط ازاي، ان ازاي تنجح في الأهلي وازاي تبقى فاشل في الزمالك. ويرجع الجمهور يقول لك انتوا عايزين ايه من الزمالك؟ سيبونا في حالنا ورجعوا لنا الأرض. اسمع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي داخلين الانتخابات اللي جاية وشوف كلامهم بيتكلموا كله ازاي، والاستثمار والفلوس والدخل والزياده وارتفاع النادي. والزمالك وقع يا جدع وقع، هد يا جدع هد، ويرجعوا يعيطوا ويقول لك رجعوا لنا الارض، هاتوا لنا الارض، عايزين الارض.